أكدت تقارير صحفية مساء اليوم أن الأهلي أرسل عرضا رسميا إلى نادي مارسيليا الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب ماسون جيرينود لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأشارت التقارير الصحفية ذاتها أن العرض الرسمي الذي أرسله النادي الأهلي وصل إلى 70 مليون يورو، وهو عرض يصعب رفضه من جانب النادي الفرنسي. يقام معسكر الأهلي الصيفي على 3 مراحل في النمسا وإيطاليا وإسبانيا. المرحلة الأولى ستقام في مدينة نمساوية بتاريخ 7 يوليو. يخوض الأهلي لقاء ودي يوم 18 من هذا الشهر أمام WSG تيرول النمساوي. المرحلة الثانية مدينة قومو الإيطالية خلال الفترة من 22 إلى 28 من شهر يوليو. المشاركة في بطولة قومو الودية بجانب أياكس الهولندي وسيلتيك الاسكتلندي وقومو الإيطالي. ويستهل الأهلي مشاركته في بطولة قومو قبة بمواجهة نادي قومو يوم 23 من هذا الشهر، ولقاء الثاني يوم 26 أو 27 من شهر يوليو. المرحلة الثالثة مدينة إسبانية خلال الفترة من 28 من شهر يوليو إلى 5 من شهر أغسطس المقبل. ويخوض الراقي مباراتان وديتان، الأولى أمام إليتش الإسباني يوم 1 من شهر أغسطس، والثانية أمام العين الإماراتي يوم 5 من شهر أغسطس. كما أكد صحفي إيطالي أن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي فيورنتينا الإيطالي طلب التعاقد مع فرانك كيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأوضح الصحفي ذاته أن المدرب معجب بقدرات كيسي التي أظهرها مع النادي الأهلي، وتحديدا عندما كان مدربا لنادي النصر السعودي. ومن المقرر أن يفتح نادي فيورنتينا الإيطالي باب المفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات كيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ولم يصدر أي بيان رسمي من جانب النادي الأهلي يوضح موقف كيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية أو يحدد مستقبله مع الفريق. ولكن بشكل عام تشير الدوائر المقربة من النادي إلى أن إدارة الفريق قررت بيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل إعادة هيكلة الفريق فنيا. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة بخصوص مستقبل اللاعب الإيفواري، خاصة بالتزامن مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية. كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي وافقت على مطالب اللاعب علي مجرشي تمهيدا لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة. إدارة الراقي وافقت على كافة الشروط التي وضعها اللاعب ليواصل مشواره مع الفريق في الموسم القادم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تمديد العقد خلال الساعات القادمة.